بالنسبه للحوايج اللي زوينين، المعيشه رخيصه. حنا تنشوفوا معكم الجامعه اللي يكون فيها السكن الجامعي، لحقاش السكن الجامعي في دوله ليتوانيا ما تيتعداش واحد 1500 درهم، كاين كذلك 1200 درهم، وكاين اللي قل كاع. هذا الشيء حنا تنحاولوا اننا نوجهوكم ليه، لحقاش بعض الطلبه بعض المرات سواء تيمشيو يقراو في مدن ما فيهمش الخدمه. هذه كذلك تنشوفوا ناس يعني تيدفعوا مع بعض الناس اولا بعض المكاتب اللي ما توجههمش واحد التوجه صحيح، لحقاش حنا تنعرفوا وانتم عارفين بلا بزاف ديال المغاربه تيبغيو يمشيو مثلا يقراو في اوروبا، تيبغيو يخدموا ويقراو، يعني انهم تيمشيو مثلا تيصيفطوهم واحد المدينه اللي صغيره، تكتشفوا انها ما فيها لا خدمه حتى ما فيهاش بنادم اللي تيكون مثلا تسميهم بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا مثلا فروم انترناشونال كانتريز، يعني حتى في التواصل تيكون صعيب عليهم انهم يتادابطاو. في خلال مثلا كاينين مثلا 3 اكبر المدن اللي كاينين في دوله ليتوانيا، على سبيل المثال العاصمه فينيوس اولا كاوناس اولا كلايبيدا، هادو على الاقل فيهم بزاف تيكونوا الطلبه الدوليين، تتكون يعني حتى باش تأقلم تكون سهل باش تأقلم. حنا هادشي كامل تنردوا له البال، تنوجهوكم سواء في التخصص سواء في الجامعه اللي غادي تقبلوا المدينه، كذلك انه الا كنت قد ما كان عندكم نقاط مزيانه تقدروا نوجهوكم الجامعات اللي كبار، كذلك باش تستافدوا من السكن الجامعي.